وكل يوم يمر السلطة المسيطرة على دمشق تثبت من أقدامها، والدليل على ذلك بأن أحد أمرائها أو قادتها أصبح المدير العام للمخابرات السورية، أي أنه تماهى أو صهر جبهة تحرير أو هيئة تحرير الشام في الدولة السورية، وهو يقول بأنه بعد المؤتمر الوطني أو في المؤتمر الوطني سوف يحل هيئة تحرير الشام. طبعا سوف يحل هيئة تحرير الشام بعد أن يضعها في جميع مفاصل الدولة السورية الجديدة، ومن ثم سيتصرف باسم الدولة السورية وينفذ برنامجه الذي يعتقد أنه يستطيع أن تنفيذه في سوريا الآن وبأقصى سرعة ممكنة على القوى الديمقراطية الوطنية في سوريا وعلى ممثلي المكونات الوطنية في سوريا الالتئام في اجتماعات موسعة وتواصل حسيس من أجل وضع حد لهذا الأمر الذي يريد أن يجرنا إليه أحمد الشرع. وأريد أن أنوه هنا بأن دلائل ما أذهب إليه موجودة على الأرض، ألا وهو تجنيس العديد من الأمراء من جنسيات مختلفة ورفعهم وإعطائهم رتب عسكرية، وهذا ما يؤكد مرة أخرى ما أذهب إليه بأنه يريد مماهاة هيئة تحرير الشام بمفاصل الدولة، ومن ثم يقول هيئة تحرير الشام قد حلت، فيجب على القوى الأخرى أو ممثلين المكونات الأخرى حل تنظيماتهم، حل أحزابهم، لكي نكون أو ندعو إلى مؤتمر عام أو سميه ما شاء. هذه مخادعة يجب أن ينتبه إليها الجميع.